أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا المناسبة العظيمة ذكرى رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله. لا بد علينا لما نذكر النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن نأخذ الدروس والعبر من حياته صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم في هذه الآية يأمر الأمة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله. لقد كان لكم في رسول الله إشارة إلى الاقتداء بحياة النبي صلى الله عليه وآله. نحن ما هو تكليفنا اليوم؟ الإنسان المكلف لا بد أن يعرف الواجبات والحقوق. ما هي الواجبات تجاه هذا المكلف، وما هي الحقوق؟ الحقوق الإلهية، الحقوق لأهل البيت سلام الله عليهم، ما هو حق العلماء، ما هو حق الأب، ما هو حق الأم، ما هو حق الأستاذ، ما هو حق المربي، إلى بقية الحقوق الأخرى. ما هو حق النبي صلى الله عليه وآله تجاه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وآله له حق. ما هو حق النبي صلى الله عليه وآله؟ بيّنت هذه الآية حق النبي صلى الله عليه وآله: أنك أيها المكلف أيها المؤمن لا بد عليك أن تتأسى بالنبي، أن تقتدي بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى الأسوة الحسنة في علم التفسير، في تفسير القرآن الكريم؟ يعني أن تجعل النبي صلى الله عليه وآله مثلك الأعلى للاقتداء. الاقتداء شيء مهم في حياة الإنسان. الاقتداء يؤثر كثيرا في بناء شخصية الإنسان. مرة أنا أقتدي بإنسان مؤمن، ومرة أقتدي بإنسان غير مؤمن بعيد عن الله سبحانه وتعالى. إذا اقتديت بالإنسان المؤمن ماذا يحصل لي؟ كيف أبني حياتي؟ وإذا اقتديت بالإنسان الغير مؤمن ماذا يحصل لي؟ كيف أبني حياتي؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذه الآية، يقول: أيها المؤمن لا تشرق ولا تغرب في قضية الاقتداء، وإنما مثلك الأعلى بالاقتداء هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية هنا تقول: الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله من؟ الجواب أجابت هذه الآية قالت: المؤمن. غير المؤمن لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله. فهذه الآية
كأنما تميز بين المؤمن وغير المؤمن. إذا أردنا أن نسأل القرآن هذا السؤال، كيف نميز بين المؤمن وبين غير المؤمن؟ الآن الناس تدعي الإيمان، لكن الإيمان الحقيقي أين نجد الإيمان الحقيقي؟ هذه الآية أجابت، قالت: من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله هذا هو المؤمن، والذي لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله هذا ليس بمؤمن. لاحظ دقة الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذا الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله. الآن نسأل سؤال ثاني: كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله؟ هل مجرد لقلقة اللسان تكفي بالاقتداء أم لا؟ هذا جواب مهم. يعني يأتي الإنسان ويقول: أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا هل كاف في عملية الاقتداء أم لا؟ الجواب: كلا. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لا يكون بمجرد لقلقة اللسان على مستوى الكلام فقط. الله سبحانه وتعالى إذا لاحظنا القرآن الكريم لا يريد منا الكلام، وإنما ماذا يريد منا؟ يريد منا التطبيق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا الآن أدعي أنني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله، أسأل هذا السؤال: هل عقيدتي توافق عقيدة النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ هل أخلاقي توافق أخلاق النبي أم لا؟ هل تعاملي مع الناس يوافق تعامل النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ هذا شيء مهم، شيء أساسي بعملية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن سوف نجيب عن هذا السؤال. سألنا هذا السؤال: كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله حتى نخرج بنتيجة. ما هي النتيجة؟ نعرف هل نحن تأسينا بالنبي تأسيا حقيقيا أم تأسيا ادعائيا. الادعاء لا يكفي، لا بد قلنا من التطبيق. الجواب عن هذا السؤال بعدة مستويات. الاقتداء بالنبي بعدة مستويات. المستوى الأول أن أقتدي بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت العرش ثم النقش. الآن توجد هجمات عقائدية كثيرة الآن، خصوصا المجتمعات الشيعية تتعرض إلى هجمات تلو الهجمات. تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إذا أقبلت الفتن شبهت، وإذا أدبرت نبهت. عندنا رواية تقول في آخر الزمان إذا جاءت الفتن جعلت الحليم حيران. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي ابنه الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وهذه الوصية ليست للإمام، وإنما إياك أعني واسمعي يا جاري. يعني الإمام أمير المؤمنين صحيح يخاطب ابنه الإمام الحسن، لكن الإمام الحسن لا يحتاج إلى هذه النصيحة. لماذا؟ لأنه الإمام معصوم. ما معنى العصمة؟ عدم الذنب، أي أن الإمام على الهداية. إذن لماذا أمير المؤمنين يوصي ابنه الإمام الحسن؟ حتى تصل هذه الرسالة، تصل هذه الوصية لشبابنا اليوم. اسمعوا أيها الشباب، ماذا يقول له عن الفتن العقائدية في هذا الزمن وفي الأزمان التي تكون فيها هجمات عقائدية على المذهب، على منهج أهل البيت سلام الله عليه. يقول: بني كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.
ابن اللبون يعني ابن الناقة الصغيرة، هذا ما تقدر أنت تصعد على ظهره لأن غير صالح للركوب، ولا تستطيع حلبه الاستفادة من حليبه. لماذا؟ لأنه صغير. كذلك أنت كن في الفتنة كهذا ابن اللبون، يعني عليك أن لا تزج نفسك بالفتن. الآن تتعرض المجتمعات علما إلى الفتن، خصوصا المجتمع الشيعي. لماذا؟ لأن الناس تكالبت على منهج أهل البيت. لماذا؟ لأن الذي يمثل الإسلام الحقيقي هم الشيعة. لذلك شوف انت امريكا اسرائيل من طبع مع امريكا مع اسرائيل جاي يشنون حروب ضد من؟ ضد الشيعة. لماذا؟ لاننا نحن نمثل القرآن، نمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، نمثل امير المؤمنين، نمثل الحسن، نمثل الحسين، نمثل امام الزمان الامام المهدي سلام الله عليه. إذا لابد أن تتسلح بالعقيدة الصحيحة، لابد أن تكون عقيدتي اليوم توافق منهج القرآن، لابد أن تكون عقيدتي توافق منهج رسول الله. واحد من عندكم الآن يسألني يقول شيخنا شنو معنى عقيدتي توافق منهج رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من هذه الدنيا إلا وماذا قال؟ أوصى إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يجي واحد يقول أنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرض عليه القرآن، سمعوا شباب، ونعرض عليه الولاية لأهل البيت سلام الله. إذا وافق بهما فهذا على خط القرآن، إذا وافق بهما هذا على خط رسول الله. إذا تأسى بالنبي صلى الله عليه وآله على المستوى الاعتقادي، هذا التأسي الأول. التأسي الثاني بالنبي صلى الله عليه وآله على المستوى الأخلاقي. نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن في تعاملنا، هل نحن في أخلاقنا في المجتمع، هل هذه الأخلاق توافق أخلاق النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال: الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد فينا الآن يعرف تكليفه، هل إن أخلاقه توافق أخلاق النبي أم لا؟ إذا كانت أخلاقنا توافق أخلاق النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن نحمد الله ونشكر الله سبحانه وتعالى لأننا تأسينا بأخلاق رسول الله. لكن والعياذ بالله إذا كانت أخلاقنا لا توافق أخلاق رسول الله فهذه دعوة من منبر رسول الله ونحن في رحابه أن نحسن من أخلاقنا. لاحظ أذكر لك حادثة واحدة وأكتفي بهذه الحادثة من أخلاق رسول الله. يجي واحد أعرابي النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن الكريم يصنف الأعراب يقول أشد كفرا ونفاقا، أشد واحد كافر وأشد واحد منافق منه الأعرابي. فإجا هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وآله، النبي جاي يمشي فسحب النبي صلى الله عليه وآله من هذه المنطقة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله. تعبيرنا الداري شو اسمها هاي المنطقة؟ نسميها اليافطة، صحيح ولا صح شبابنا؟ فسحب النبي من يافطه حتى أثر ذلك في رقبته فقال له: اعدل يا محمد فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. ما هو رد النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه إساءة. اجى واحد وأساء لي أمام الناس، أمام المجتمع، يعني مو بخفية، لا وإنما أمام أصحابه، أمام الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله له خياران: أما يقابل الإساءة بالإساءة
وإما يقابل الإساءة بالحسن. وراح أسألكم هذا السؤال، لما نجي لأخلاق النبي صلى الله عليه وآله ونسأل القرآن عن أخلاقه، شو يقول القرآن عن أخلاق رسول الله؟ شو يقول؟ يقول في إحدى الآيات: وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق متفاوتة. اللي دارس علم الأخلاق واحد يمتلك نسبة من الأخلاق افرض 30%، 30% عنده أخلاق، واحد 50%، واحد 60%، إلى أن تصل الأخلاق في أعلى مراتبها. إيش قد توصل؟ 100%. نسأل القرآن أخلاق رسول الله بالنسبة المئوية كم كانت؟ في أعلى مراتب الأخلاق، يعني 100/100. فما هو رد النبي صلى الله عليه وآله؟ التفت إلى الأعرابي، نظر بوجهه وإذا بوجه رسول الله يتبسم. تبسم، مجرد تتبسم بوجه الإنسان هذه شنو؟ صدقة. تبسم رسول الله في وجهه، قال: صدقت، المال ليس مالي ولا مال أبي. أشار إلى أصحابه قال: أعطوه من بيت مال المسلمين. وعجبا يا رسول الله، أولا هذا شيء غير جيد، هاي إساءة، وأنت قابلت الإساءة ديما بالإحسان. يا رسول الله كيف أعطيته من بيت مال المسلمين؟ هذا مو مسلم، هذا كافر، هذا بعيد عن الله. إحنا عندنا أنه إذا واحد منحرف، إذا واحد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، شلون تجيبه للطريق؟ وسائل عديدة. إحدى هذه الوسائل النبي صلى الله عليه وآله قال: يعطى من بيت مال المسلمين. تعجب هذا الأعرابي، قال: وعجبا، أنا أقابلك بالإساءة وتقابلني بالإحسان. الله يعلم حيث يجعل رسالته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إحنا الآن نسأل هذا السؤال. إذا مرت علي هذه الحادثة وجاء واحد يتعرض لي هكذا تعرض، هل أقابل الإساءة بالإساءة أم أقابل الإساءة بالإحسان؟ هسه واحد يقول: أنا عندي عنفوان، وأنا شخصيتي ما تسمح لي، وشلون يتعرض لي، وأنا عندي قضية تزمت العشائري، وأنا ابن عشائر، وأنا ما أخلي واحد يوصل حدي. صحيح ومو صح؟ نقول له: أنت لازم تقيس أخلاقك بأخلاق رسول الله، لازم تراجع نفسك. إذا كانت أخلاقك نفس أخلاق رسول الله فأنت على خط رسول الله، وإلا لابد أن نراجع أنفسنا. هذا الاقتداء الثاني برسول الله على المستوى الأخلاقي. الاقتداء الثالث برسول الله على المستوى الأسري. على المستوى الأسري، الرجل الأب كيف يتعامل مع زوجته، الأم كيف تتعامل مع زوجها، كيف يتعامل الأب مع أبنائه، كيف تتعامل الأم مع أبنائها. لابد أن نقتدي برسول الله. شوف، لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله شلون كان يعامل زوجته، شلون كان يعامل أطفاله داخل البيت. نحن اليوم نعاني على المستوى الأسري من قضية مهمة، ألا وهي قضية التفكك الأسري. الأب ما يحترم أبنائه، ولا الأبناء يحترمون أباء. الأم ما تحترم أبنائها، ولا الأبناء يحترمون أمهاتهم. المرأة لا تحترم زوجها، ولا الزوج يحترم زوجته. إذا تبين نحن شيئا فشيئا صرنا نبتعد عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه دعوة لنا اليوم أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الباري سبحانه وتعالى
انطلاقا من هذه المناسبة ذكرى رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله أن نكون مصداقا لهذه الآية وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.